السلام عليكم متابعي كويزين سميرة. وصفة اليوم بغرير بالسميده د الحرشه رقيقه. الا ما كينجحش معاك بغرير جبت لك واحد الوصفه اللي ما غاديش تحشمك من المره الاولى، غادي تنجح معاك ويجيك بحال الشهده كما كتشوفي. بغرير ديال النهار الكبير، فرحي به عائلتك وضيافك. ايوا دوزي معايا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 3 الكيسان العنبه ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. عندي معلقه ديال الخميره د العجينه، 2 خمارات حمر، شويه ديال المليحه، عندي واحد المعلقه ديال الخل. هنا في الكاس ديال الخلاط غادي ندير 4 الكيسان د الماء دافي. بالنسبه دابا الجو سخيخن، ديروا الماء غير دافي. الرابع عاد كملته باش ندير كامل. نديروا هاد المعلقه ديال الخميره، عندي هنا معلقه د العسل صغيره. تقدروا ديروا العسل ولا ديروا السنيده. دابا غادي نضيف هاد السميده، نضيفها هنايا في الخلاط. كبيت 3 الكيسان السميده رقيقه د الحرشه. قبل ما نضرب في الخلاط غندير 2 خنيشات ديال الخماره حمراء. هذه معلقه ديال الخل. بعد ما ضربت هذا الخليط مزيان في المولينكس في الخلاط خصو يتطحن مزيان، درت معلقه ديال الخل والمليحه ونعاود نضربو مره اخرى في الخلاط كما كتشوفوا تخدم مزيان. دابا غادي نكبو في البول وغنخليه يخمر واحد شويه ماشي بزاف، بحكم دابا شويه كاين حراره مرتفعه. غير واحد 5 دقائق هكذا، ما بين 5 حتى 8 دقائق، نتعداوش كاع 10 دقائق. نطلعوا عليه ونوريكم باش نعرفوه راه خمر، وغادي نبداو نطيبوه. دابا غادي نشوفوه بعد ما خليته ارتاح تقريبا هكذاك 10 دقائق ما فايتاش. نخلطوه شويه. بغرير هو من كيقولوا السهل الممتنع، داك الحاجه اللي هي سهله كلشي يقدر يعرف المقادير ديالو، ولكن سبحان الله. دابا نبداو نطيبوه. العافيه مجهده، ديروش عافيه قليله. بارك الله صلى على النبي. انتم كتشوفوا للاشاره نسيت ما قلتش معلقه ديال الطحين، معلقه ديال الفورس كنزيدها مع الخليط. هانتوما شفتوا العافيه مجهده. انا كبيت القياس في المقله. انا عندي هاد المقله كتهز لي هاد القياسه ديال هاد المغرف الصغيره. انتي كتمشي على حساب قياس المقله ديالك. انا راني بديت كنطيبها وما تبارك الله وصلى على النبي، راه جاي بحال الشهده. هانتوما كما كتشوفوا ها هو في المقله. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله وصلى على النبي بحال الشهده متقب. ضروري يكون ما تكونوا غادي تصبوا في المقله، خلطوه شويه هكذا عاد
نكبوه في المقله ونحطوه على العافيه. هانتوما بغرير ديالنا بعد ما وجدناه، ها هو تبارك الله جاب بحال الشهده كامل مجعب. دهنوه بالزيت البلديه او العسل، ما تشبعوش منه. جربوا الوصفه وردوا عليا في لي كومونتير. الى عجبكم الفيديو دعموني بلي لايك واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا.